تفتكر ايه اللي يجمع ما بين حسين الجسمي واحمد بن طولون؟ وقت ما كانت مصر جزء من الخلافة العباسية كان أي والي يحكمها عينه كانت تزوغ عليها. اشمعنى مصر يا اسلام؟ فلوس هتلاقي، موقع يشرح القلب هتلاقي، شعب ما أقولكش، طيبة وأخلاق وخفة دم، الله أكبر. وكلمتين في سرك كده برضو، الخلافة العباسية كانت زي الراجل المريض وقتها. ولما ظهر أحمد بن طولون اللي كانت أمه دعياله، أصله لما جه مصر كان نائب عن جوز أمه بايكباك، واللي عينه الخليفة العباسي والي عليها. حب المصريين قوي زي حسين الجسمي اللي كان بيغني لها من 2006 بالظبط، وقال لك يا سام لو احكم انا ابن طولون مش الجسم. فجوز امه مات وجه مكانه يرجوخ من العيله هو كمان، بس مات برضه. قلت لكم امه ده عيال. وهنا بيتعين ابن طولون من الخليفة العباسي بشكل رسمي، وبدأ واحدة واحدة يخلع من العباسيين ومن الخلافة، وبدأ يقفل تليفونه ويعمل سين وما يردش. وعشان يظبط مصر على إنها الولاية بتاعته عمل حاجتين. أول حاجة حمى الصخور وبنى مدينة القطائع. بس كده يا رسلان؟ وما أنت فاكر إيه؟ لأن دي كانت المنطقة الواقعة مع حدود الدولة البيزنطية. أما القطائع دي بقى العاصمة الجديدة اللي بنى فيها جامع ابن طولون اللي موجود على 5 جنيه. ولما مات مسك مكانه خمراوي ابنه. فالعباسيين قال لك حلو، يلا بقى نرجع مصر والشام من تاني. راح عازمهم خمراوي وقال لك هو الخليفه هيحطني في دماغه ولا ايه؟ انا هجوزه بنتي قطر الندى عشان نبقوا عيله واحده. وبالحركه دي اللي هي اسمها سياسه المصاهره بقت مصر والشام ليه ولاولاده 30 سنه قدام. لاقيه خمراوي برضه، بس اللي جم بعده ما قدروش يحافظوا على مصر، فضغطت الدوله الطولونيه وراح محمد بن سليمان الكاتب بأمر من الخليفة العباسي مرجعها للخلافة من تاني. وبكده تكون انتهت الدولة الطولونية. انت بقى تفتكر ايه الحاجة لو كانت موجودة في الدولة الطولونية كانت كملت بعيدا عن الخلافة العباسية؟ سلام.